اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في هذا اللقاء الجميل اللي نقابل فيه شاعرتنا شاعرة الشبرة شنينة قاطع. اهلا وسهلا بيك شاعرتنا، ونريد ندردش معاك ونحكي. انت كتبتي عن كل الفواكه، عن كل الميوه، خلصت الفواكه وخلصت الميوه، ايش دا تكتبين عنه؟ دا نكتب عن الخضرة، كل شيء يتعلق بالخضرة. نكتب عن هاي النعناع، عن الكزبرة، عن البقدونس، عن البصل. يعني هاي ادوات الخضرة كلها نستعملها بالشعر. البصل هسه صار من الخضره. البصل هاي هو مو في شيء اخضر، هذا هو خضرة بعد. اي شيء بشيء اخضر خضره. خضرة. خلصن الفواكه، خلصن كل شيء ياكلوه الناس، ايش دا تكتبين عنه؟ دا نكتب عن الحيوانات. نكتب عن الكلب. هاي الكلب هاي عاشت ايامك. هاي الكلب وفي الناس ما تعرف قدر الكلب هاي فعلا اعزائي المشاهدين، الكلب هذا يعني حيوان من الحيوانات اللي هوايه حلو. سمعينا شيء بسيط، خلي الناس تحكي عن هذا الكلب. إيه يا حبيبي حبك هوايه القلب. يمه يا حبيبي حبك هوايه القلب، مثل ما تذب عظمه للكلب. الكلب إيه هذا هوايه حلو الشعر هذا. عندنا بعد عن البزون. نسمع احنا والساده المشاهدين عن البزون. شو يقول البزون؟ احبه لو بيا تدرون، احبه لو بيا تدرون ايش قد حلو هالبزون. يا يمه عليك البزون. بعد وايش قد حلو هالبزون. مية ومية. وايش قد حلو هالبزون. مية ومية. وايش قد حلو هالبزون. انا مية ومية. صراحة البزون هذا. طب خلصن الحيوانات اللي دا تكتبين عنها، خلص المحيط اللي دار مدارك اللي تكتبين عنه، كتبتي على الحيوانات. طب انت هسه لما تباوعين للمنظره، لما تحسين تشوفين نفسك تباوعين نفسك بالمنظره عقب الضجه هذه اللي صارت للبرتقاله، ايه لما تباوعين المنظره هيك والدقات هذه اللي بحنشك انهم رنوي طياره، لما تباوعين المنظره انا عارف شو تحسين نفسك. هاي ليش الضجه هاي؟ ليش على البرتقاله؟ ليش؟ ولك اشمعنى على البرتقاله؟ ليش؟ مو غنوها يلومي حامض حلو، مو هاي حامض حلو، مو اللومي ابن عم هاي البرتقاله. مو هذا دا يسوي حموضه بالشخص اللي دا ياكلها. مو هاي ابن عمه كلهم من عشيره وحده. بعد ليش من الحمضيات؟ بعد ليش صار؟ مو غنت هاي فيروز واحد عم ياكل تين وواحد عم ياكل خاص. ايش دا ياكل؟ ياكل خاص. خاصي. ايه وواحد بعد هاي اللي غنوا عن بعد هاي اللي يقول لك ابكي على البنبره وابكي على التينه. الناس ياكلونهم هاي يبكي عليهم، والكسخامي والله